السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عشاق المتعة والإثارة معانا. انتهت منذ قليل دقائق معدودة قرعة كأس العالم 2026 اللي هيبقى في أمريكا وكندا والمكسيك إن شاء الله بإذن الله السنة الجاية. طبعا القرعة جت متوازنة جدا جدا جدا. قرفونا في الأول كتير قوي حفلات ومزيكا ومش عارف إيه، فاكريننا جمهور بيسبول. مش عارف، أنا ما يفرقش معانا الكلام ده خالص. طبعا الموسيقى والاحتفالات اللي عملوها، انا قلت خلاص نسيوا القرعه تقريبا، فضلوا اكتر من ساعه عاملين احتفالات وموسيقى وكده. انا قلت خلاص القرعه تقريبا نسيوا ان هم جايين يعملوا ايه اصلا. نبتدي المجموعة الأولى. جت المكسيك على رأس المجموعة، معاها جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية، ومعاها الملحق. نتيجة الملحق دوت يا إما الدنمارك ومقدونيا، والفائز منهم هيلاعب الفائز من التشيك وأيرلندا. والفائز من دول كلهم هيخش في المجموعة الأولى مع المكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية. المجموعة الثانية ضمت كندا وقطر وسويسرا، ومعاهم ملحق برضو. الملحق ده هيبقى يا إما إيطاليا أو أيرلندا الشمالية مع الفائز من ويلز والبوسنة والهرسك. يبقى عندنا كندا وقطر وسويسرا في المجموعة الثانية، والملحق الفايز من إيطاليا وأيرلندا الشمالية مع الفايز من ويلز والبوسنة والهرسك. المجموعة الثالثة اللي فيها حبايبنا المغاربة واخواتنا وقعوا مع البرازيل. أول ماتش معاهم هيكون مع البرازيل. بالتوفيق ليهم إن شاء الله بإذن الله، ماتش صعب جدا. ومعاهم هايتي واسكتلندا. يبقى المجموعة الثالثة البرازيل والمغرب وهايتي واسكتلندا. المجموعة الرابعة اللي فيها أمريكا المنظمة هتتلعب معاها باراجواي واستراليا، وبعدين في ملحق أوروبي برضو اللي هو تركيا ورومانيا أو سلوفاكيا وكوسوفو. يبقى يا إما الفايز من تركيا ورومانيا هيلاعب الفايز من سلوفاكيا وكوسوفو. دي المجموعة الرابعة، أمريكا وباراجواي واستراليا مع الفائز من الملحق تركيا ورومانيا وسلوفاكيا وكوسوفو. بعد كده عندنا المجموعة الخامسة اللي فيها ألمانيا، كراساو، كوتيفوار، الإكوادور. يبقى ألمانيا، كراساو، كوتيفوار، والإكوادور. مجموعة متوازنة جدا، يعني ما فيهاش صعوبة لكوتيفوار إن هي تتأهل. وبرضو الإكوادور فريق قوي. بعد كده عندنا هولندا واليابان وتونس. تونس هتلاعب أول ماتش مع المتأهل من الملحق الأوروبي اللي بيجمع ما بين أوكرانيا والسويد، والكسبان منهم هيلاعب بولندا وألبانيا. يبقى هولندا واليابان وتونس معاهم ملحق أوروبي اللي هو أوكرانيا والسويد أو بولندا وألبانيا. ايه المجموعة السبعة اللي فيها منتخب مصر. منتخبنا المصري وقع في مجموعة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا. مجموعة ممتازة بصراحة يعني. وانا فرحان ان احنا لعبنا اوزبكستان. اوزبكستان هتلاقيها نسخة طبق الاصل من ايران اللي هنلعبها في المجموعة في كاس العالم. ناس كتير انتقدت حسام حسن عشان لعب ماتش اوزبكستان. احنا اول ماتش لينا هيبقى مع بلجيكا، بعدين مع ايران، واخر ماتش هيكون مع نيوزيلندا. ماتش نيوزيلندا مضمون طبعا ان شاء الله باذن الله يعني. بعد كده عندنا المجموعة الثامنة فيها اسبانيا وكاب فيردي والسعودية واوروجواي. السعودية هتبتدي ماتشها مع اوروجواي الاول، بعدين هتلاعب اسبانيا وبعدين كاب فيردي. مجموعة برضو الى حد ما متوازنة. كاب فيردي مش منتخب سهل، ولكن اوروجواي منتخب تقيل. المجموعة التاسعة اللي فيها فرنسا والسنغال والنرويج. فرنسا والسنغال والنرويج من المجموعات اللي فيها 2 فرق أوروبية. دي طبعا بتبقى مجموعة أصعب إلى حد ما. السنغال هتلاعب فرنسا في افتتاح المجموعة ديت. بيفكرني بافتتاح كأس عالم 2002 لما كانت ساعتها فرنسا هي بطلة العالم والسنغال كسبتها في الافتتاح. طبعا معاهم كمان ملحق عالمي اللي هو الفائز من بوليفيا وسورينام هيلاعب العراق. الفائز من بوليفيا وسورينام هيلاعب العراق. نتمنى التوفيق للعراق وتكون هي مع فرنسا والسنغال والنرويج في المجموعة ديت. بعد كده المجموعة العاشرة
فيها الجزائر اللي هتبتدي اول ماتش قدام الارجنتين. بالتوفيق لمنتخب الجزائر الشقيق، ان شاء الله يحقق انجاز زي السعوديه كده ما فازت على الارجنتين في افتتاح كاس العالم اللي فات. برضو اول ماتش للجزائر هيكون مع الارجنتين، ان شاء الله بالتوفيق للارجنتين. وكمان النمسا والاردن فيها منتخبين عربيين، المجموعه ديت نتمنى ليهم ان هم يصعدوا ان شاء الله باذن الله، ولو ان طبعا الارجنتين منافس قوي جدا والنمسا برضو مش سهله. فالاردن والنمسا مع الارجنتين والجزائر في المجموعه العاشره. المجموعه ال11 فيها البرتغال، اوزبكستان اللي احنا لعبناها منتخب قوي مش ضعيف، وكولومبيا برضو منتخب قوي جدا. هيلعبوا معاهم الملحق العالمي الثاني اللي هو الفايز من جامايكا ونيو كاليدونيا هيلاعب الكونغو. الفايز من جامايكا ونيو كاليدونيا هيلاعب الكونغو، وبعدين يتأهل منهم الفائز لمجموعة ال11 مع البرتغال واوزبكستان وكولومبيا. المجموعة ال12 والأخيرة هي انجلترا وكرواتيا وغانا وبنما. انجلترا وكرواتيا وغانا وبنما. تمام، دول كده ال 12 مجموعة بتوع كاس العالم. بصراحة المجموعات كلها متوازنة، مفيش مجموعة اللي تقول عليها صعبة جدا او مجموعة موت. يعني انجلترا وكرواتيا فريقين كبار بس ضامنين الصعود تقريبا على حساب غانا وبنما. غانا مش اللي هي غانا بتاعت زمان دلوقتي. يعني كل المجموعات تقريبا فيها فرق ضعيفة وفيها فرق قوية. تعالوا كده نحلل مجموعة منتخب مصر. مصر معاها بلجيكا وإيران ونيوزيلندا. أنا مش متخيل إن ممكن يجي لنا منتخب أحسن من بلجيكا في المستوى الأول، يعني إلا بقى إذا كان المنظم، يعني ممكن المكسيك أو كندا، يعني دولت بصراحة أفضل مستوى أول موجودين. ولكن انت ما للاسف حظك ما جاش مع المكسيك او كندا او امريكا في المستوى الاول، ولكن جه تقريبا مع اسهل منتخب تاني في المستوى الاول. بلجيكا مش في مستواها الفترة ديت، وقع وكسبناها مع فيتوريا من سنتين تقريبا. يعني كويس ان احنا ما وقعناش مثلا مع اسبانيا ولا هولندا ولا المانيا ولا فرنسا ولا الارجنتين ولا البرتغال. البرتغال برضو منتخب قوي جدا وعنده روح، ولا انجلترا منتخب قوي جدا. بصراحة أنا شايف أسهلهم هو بلجيكا، فمجموعة كويسة مش وحشة. ولكن كنت أتمنى نقع مع كندا أو المكسيك، ولكن هتبقى صعوبتها إن أنت بتلعب صاحب الأرض، إنما مع بلجيكا أنت مش بتلعب صاحب الأرض، أنت بتلعب فرقة برضو جاية من أوروبا في جو غريب عليها في أمريكا، فبرضو إيه مش يعني مش مجموعة صعبة قوي. معاك إيران من آسيا. إيران وحش آسيوي من أقوى الفرق في آسيا على مر العصور، بتعمل نتائج كويسة على طول. بتهيألي في كأس العالم برضو عملت نتائج كويسة. ولكن ماتش أوزبكستان شفنا فرقة أوزبكستان عاملة ازاي، هتلاقي فرقة إيران تقريبا شبهها كده، بيلعبوا بنفس طريقة اللعب. ونيوزيلندا طبعا كلنا عارفين منتخب نيوزيلندا في الفرقة اللي هي بتطلع كأس العالم من نيوزيلندا على طول ديت أوكلاند سيتي. فيعني نتمنى ان منتخب نيوزيلندا يكون عامل زي اوكلاند سيتي كده، ويكون ماتش مضمون ان شاء الله باذن الله. ده هيبقى اخر ماتش لمنتخب مصر، نكون ان شاء الله قدرنا نجمع مثلا 4 أو 6 نقط من الماتشين اللي قبليه باذن الله، ويكون ماتش نيوزيلندا مضمون وماتش الصعود باذن الله ان شاء الله. فانت قدامك اول ماتش مع بلجيكا، تحاول تتعادل فيه، تحاول تخرج بنتيجة إيجابية، تحاول ما تتغلبش على قد ما تقدر. منتخب بلجيكا مش هو زي بتاع زمان، مش هو اللي يخوف. نتائجه في الفترة الأخيرة مش هي زي ما تقول كان في جيل قوي وجامد جدا، علشان كده هم لسه في المستوى الأول. ولكن دلوقتي الجيل ده معظمه كبر في السن وعجز. طبعا في لعيبة تانية كتير قوية ومنتخب قوي لا يزال، ولكن ليس مثل السابق. نتمنى ان شاء الله كابتن حسام حسن التوفيق ويعمل خطة كويسة الماتش ده. بعد كده هتلاعب منتخب نيوزيلندا تاني ماتش، هتلاعب منتخب نيوزيلندا تاني ماتش ان شاء الله باذن الله. نيوزيلندا يطلع ماتش سهل وما يكونش معقرب زي ماتش السعوديه في كاس العالم 2018، ونقدر نكسب نيوزيلندا. واخر ماتش هو اللي هيكون ماتش ايران. انا اسف يا جماعه، اخر ماتش هو ماتش ايران مش نيوزيلندا. اخر ماتش لمصر هيكون مع ايران. في ماتش ايران ده بقى ان شاء الله يكون معاك نقط من مباراة نيوزيلندا. بيتهيألي مصر وايران هيتنافسوا على المركز الثاني في المجموعة ديت. الماتش الاخير ده هيكون ماتش فيصل وحاسم،
نتمنى منتخب مصر يكون فايق في اليوم دوت ويأديه بصورة كويسة، لأن ده هيبقى ماتش الصعود. معانا برضو مين؟ المغرب حبيبتنا، حبايبنا المغاربة مع البرازيل، أول ماتش مع البرازيل. المغرب أنا متأكد إنها هتعمل ماتش كويس مع البرازيل. المغرب مش فريق قليل، هتعمل ماتش كويس جدا مع البرازيل إن شاء الله. بعد كده هتلاعب اسكتلندا. المغرب واسكتلندا أنا بيتهيألي لعبوا قبل كده في كأس عالم 98 تقريبا أو 94، وكانت المغرب كسبت. فأتمنى إن المغرب تكسب اسكتلندا إن شاء الله. ماتش اسكتلندا برضو مش صعب قوي، وماتش هايتي مضمون برضو بالنسبة لإخواتنا المغاربة. يعني هايتي فرقة مش قوية، يعني هتبقى حصلت المجموعة. تونس معاها هولندا واليابان، مجموعة قوية جدا، وكمان هيجي لها فريق أوروبي تاني غير هولندا، يعني معاها فرقتين من أوروبا ومعاها اليابان. اليابان فريق قوي، مش ماتش مضمون لتونس. اليابان فريق قوي جدا وبيأدي أداء قوي، مش هيبقى ماتش سهل وسريع جدا. هولندا طبعا يعني مش مضمون نهائي، يعني نتمنى ان تونس تحقق المفاجأة وتقدر تتأهل من المجموعة ديت، ولكن اتوقع اللي هينافس على المجموعة ديت هولندا طبعا، واليابان هينافسوا بقوة مع الفريق اللي طالع من أوروبا من الملحق الأوروبي. عندنا معاهم أوكرانيا وبولندا وألبانيا والسويد، الملحق الأوروبي دوت، وفرقة منهم هتطلع تنافس، ولكن هولندا واليابان هم الأقوى في المجموعة ديت. الجزائر، إخواتنا الجزائريين معاهم الأرجنتين، بالتوفيق ليهم. أول ماتش ليهم مع الأرجنتين، هيقابلوا بعد كده الأردن، برضو فرقتين عربيين مع بعض في نفس المجموعة، الجزائر والأردن تاني ماتش، وبعدين مع النمسا. توقعاتي المنتخب الأردن عامل ماتشات كويسة جدا والله، ممكن يحقق مفاجأة في المجموعة ديت ويصعد مع الأرجنتين. مش عارف النمسا مستواها ايه دلوقتي، ولكن ما توقعش يعني الأردن والنمسا هيبقوا المركز التاني ما بين الأردن والنمسا. الجزائر برضو يعني مستواها مش قوي الفترة ديت، ولكن نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. بتمنى إن هم يصعدوا مع المنتخب الأردني الشقيق. نتمنى العراق إن هو يصعد، يبقى في مجموعة فرنسا والسنغال والنرويج بإذن الله. السعودية بقى، أشقائنا السعوديين معاهم أسبانيا، يعني ممكن يحققوا مفاجأة زي المرة اللي فاتت، زي ما كسبوا الأرجنتين يقدروا يعدوا منتخب أسبانيا. بعد اسبانيا يعني اول ماتش ليهم مش هيبقى اسبانيا، اول ماتش هيبقى اورجواي. اول ماتش ليهم هيبقى مع اورجواي، ماتش قوي جدا جدا جدا. اورجواي يعني منتخب قوي بصراحة. السعودية لعبت الارجنتين وكسبتها السنة الكاس العالم اللي فات في 22، ولكن السنة دي أتمنى لهم التوفيق. مجموعة صعبة، أسبانيا وأوروجواي بيتهيألي هيبقوا حاجزين مقاعد المجموعة ديت، والسعودية وكاب فيردي يعني هيبتدوا إن هم يقاوحوا ويحاولوا يحجزوا مكان، ولكن فرصتهم هتكون صعبة. فأسبانيا هتلاعب أوروجواي أول ماتش، ممكن منتخب السعودي يتعادل إن شاء الله بإذن الله. بعد أوروجواي هتلاعب أسبانيا، ماتش صعب جدا، اتوقع ان السعوديه هتتغلب الماتش ده. واخر ماتش ماتش كاب فيردي، ماتش هيبقى متوازن وقوي، ولكن السعوديه هتقدر انها تعدي من كاب فيردي ان شاء الله باذن الله، وتحتفظ بفرصها في الصعود في اخر ماتش مع كاب فيردي، وتقدر ان هي تصعد من الماتش ده. في مين تاني عرب ما اتكلم؟ قطر اخواتنا القطريين المحترمين جدا جدا جدا. معاهم مجموعة اعتقد سهلة سهلة سهلة. مشكلتها ان هم يلعبوا مع صاحب الارض كندا ومع سويسرا، فاقوى منافس في المجموعة دي هيبقى هو سويسرا، ولكن ممكن يطلع لهم ايطاليا، لان معاهم ملحق اوروبي فيه ايطاليا وايرلندا الشمالية، هيلعبوا الكسبان من ويلز والبوسنة والهرسك. طبعا لو طلع لهم ايطاليا مقاييس المجموعة بتتقلب في ثانية، ولكن قطر عندها فرصة كويسة. ايطاليا ما قدرتش تتأهل لكأس العالم مباشرة، ولكن دخلت الملحق، فطبعا معنى كده ان ايطاليا مش في مستواها، فقطر ان شاء الله تقدر تحقق معاها نتيجة كويسة. كندا على ارضه وسط جمهوره، ولكن منتخب برضو مش اللي هو تقدر تقول ان هو ضامن الصعود. سويسرا هي تعتبر اقوى فرقة في المجموعة، وقطر برضو تقدر تتعامل معاها عادي يعني. فقطر ممكن معاها فرقتين أوروبيين وصاحب الأرض. نتمنى التوفيق. هي مجموعة بصراحة مع قرابة،
يعني تحس ان كل الفرق عندها نفس الفرص تقريبا. وكلهم هيستغلوا قطر ان هي تكون اضعف فرقه، يعني مثلا كندا صاحب الارض، سويسرا فرقه اوروبيه، هيطلع لهم فرقه اوروبيه تانية من الملحق. فكلهم هيبقوا يعني هيبقوا ضامنين ماتش قطر، وقطر تقدر تستغل دوت ان هي تفاجئهم كلهم ان شاء الله باذن الله، وتعمل نتيجه كويسه في المجموعه ديت. فاضل مين تاني ما اتكلمناش عليه؟ كده تقريبا اتكلمنا عن كل الدول العربية المشاركين ان شاء الله بإذن الله. مجموعة مصر، قلنا مصر ان شاء الله تقدر اول ماتش مع بلجيكا. آه، اتمنى انها تتعادل، ولكن اتوقع ان احنا هنتغلب بصعوبة. تاني ماتش بعد كده هنلاعب نيوزيلندا، ان شاء الله اتوقع فوز مصر. بعد كده مع ايران ان شاء الله باذن الله هيكون ماتش صعب جدا، اتوقع تعادل، ولكن اتمنى فوز مصر باذن الله ان شاء الله. دي توقعاتي. ماتش الافتتاح هيكون في مكسيكو سيتي في المكسيك، عاصمة المكسيك، ما بين المكسيك وجنوب افريقيا. ما بين المكسيك وجنوب افريقيا. ماتش حلو نتفرج عليه. جنوب افريقيا فرقة مش ضعيفة، قوية. شفتوا كده سان داونز وطريقة لعب سان داونز، فهم بيلعبوا لعب يعني اوروبي، ولعب فيه مهارة وتيكي تاكا وحلو جدا. يعني بصراحة بحب منتخب جنوب افريقيا ولعبه، وعندهم الحارس ويليامز مميز جدا. فهيلعبوا اول ماتش المكسيك صاحب الارض والجمهور في الافتتاح. المكسيك برضو عندهم مهارة عالية جدا ولعبهم كويس، بيدربهم اجيري تقريبا، لا ما اعتقدش، مش متأكد من المعلومة ديت. ولكن كان بيدربهم اجيري قبل كده، مش متأكد هو لسه بيدربهم لحد دلوقتي ولا لأ. ايه إيه تاني معانا؟ ده ماتش الافتتاح. مجموعة الموت زي ما قلت لكم، انا مش شايف مجموعة موت والله بصراحة، يعني مش شايف مجموعة قوية اللي هي فيها 3 4 فرق جامدين او حتى 3 فرق جامدين. كل المجموعات في المتناول. كل المجموعات في المتناول، مفيش مجموعة قوية اللي هي تقدر تقول عليها مجموعة موت أو قوية جدا والمنافسة فيها هتكون صعبة لا، يعني مثلا إنجلترا وكرواتيا أعتقد إن هم ضامنين في المجموعة ال 12. في المجموعة الأولى أتوقع المكسيك وكوريا، إلا لو صعدت الدنمارك. ممكن الدنمارك تعمل مجموعة كويسة وتصعد هي مع المكسيك، أتوقع كده. المجموعة التانية أتوقع سويسرا وإيطاليا، لو صعدت إيطاليا من الملحق أتوقع سويسرا وإيطاليا. وأتمنى إن قطر تقدر تاخد مكان في المجموعة دي. المجموعة التالتة محسومة، البرازيل والمغرب ما فيهاش كلام. المجموعة الرابعة عندك أمريكا وباراجواي واستراليا وملحق أوروبي. أتوقع من المجموعة ديت أمريكا وباراجواي منتخبين أقوياء جدا، واستراليا مش منافس سهل، ولكن أمريكا وباراجواي هيقدروا يحسموا المجموعة ديت. المجموعة الخامسة هتلاقي ألمانيا، كوراساو، كوتيفوار، إكوادور. أتوقع ألمانيا والإكوادور. المجموعة السادسة هولندا واليابان، يعني تونس حظوظها قليلة زي ما قلنا. المجموعة السابعة إن شاء الله بإذن الله بلجيكا ومصر إن شاء الله بإذن الله، وإيران هتنافس مصر جامد جدا على المركز الثاني في المجموعة ديت. نتمنى إن شاء الله بإذن الله إن مصر تحجز هي المكان مع بلجيكا. المجموعة الثامنة عندك أسبانيا وأوروجواي هتفوقوا على السعودية وكاب فيردي، دي توقعاتي. المجموعة التاسعة فيها فرنسا والنرويج والسنغال هتنافس النرويج، هيبقى برضو في منافسة بين السنغال والنرويج على المركز الثاني، ولكن أتوقع هالاند هيحسمها للنرويج، يعني هالاند تقيلة كبيرة جدا في النرويج. المجموعة العاشرة الأرجنتين والجزائر والنمسا والأردن. أتوقع الأرجنتين والنمسا، ولكن الجزائر والأردن إن شاء الله بإذن الله نتمنى إن هم اللي يصعدوا، أو على الأقل واحد فيهم يصعد. المجموعة ال11 البرتغال منتخب قوي، بشوف إن الروح عنده قوية جدا، بيلعب بالروح والعزيمة. هيصعد معاه أوزبكستان أو كولومبيا، ولكن أتوقع كولومبيا. البرتغال وكولومبيا.
المجموعة الأخيرة محسومة، إنجلترا وكرواتيا هيتغلبوا على غانا وبنما بسهولة جدا. دي توقعاتي للمجموعة، ودي كانت حلقة عن قرعة كأس العالم كاملة. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر في المجموعة السبعة إن شاء الله بإذن الله، يقدر يعمل نتائج كويسة. أنا نفسي نحقق أول فوز في كأس العالم، ليه لأ؟ احنا ما حققناش ولا فوز. اتعادلنا قبل كده مع هولندا وتعادلنا مع ايرلندا، ما حققناش ولا فوز. فان شاء الله باذن الله من فرصتنا في المجموعه ديت نحقق فوز على نيوزيلندا سهل جدا، وان شاء الله ان شاء الله على ايران وبلجيكا كمان، ليه لا. كل التوفيق لكل المنتخبات العربيه ان شاء الله باذن الله، ان هم كلهم يتاهلوا. منتخبات الافريقيه برضو عندها فرص، ولكن المجموعات كلها متوازنة، مفيش مجموعة قوية ومجموعة ضعيفة. وده كان كل كلامي وتعليقي عن قرعة كأس العالم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.